صباح الخير. معانا النهارده طقم رائع جدا للغرف بجد. الطقم ده من اروع القطع اللي طلعتها تابروير. انا شخصيا بحب استخدمه جامد جدا. هنبتدي اول حاجه في المغرفه زي ما انتم شايفين. احلى حاجه فيها انه الديزاين بتاعها مريح انك تستخدميها، وليها من هنا تصميم زي ما انتم شايفين زي شفه كده، ان انا بقدر لما اجي اشيل اي حاجه سهل انها تاخد لي اخر حاجه في الحله، زائد لما تيجي تصبي منها وترجعي تاني لو انت مثلا بتعملي كراب او اي حاجه هتلاقيه بيقطش الحاجه اللي انت بتنزليها فما يرجعش ينقط تاني. دي اول قطعه طبعا بتتحمل ساخن، بس اهم حاجه ان انا ما اسيبهاش جوه الحله بتاعتي. اما دي الصراحه ده انا بعتبره مضرب رائع، خاصه لو انت بتعملي بشاميل. هو حاجه للخفق، التصميم بتاعه ده عشان يدي مجال للحاجه تدخل من خلاله، وبرده ليه زي شفه من هنا اي حاجه يدوبها، سواء تعملي بشاميل او مهلبيه او اي حاجه، فسهل جدا انك تستخدميها بالخفق. كمان لو انت بتطلعي اي حاجه مثلا من الشربات، انا بحب لما بعمل لقمه القاضي مثلا او بلح الشام او حاجه بقدر استخدمه ان انا اشيله وينزل الشربات اللي موجود وتفضل الحاجه اللي انا عايزه اطلعها. نيجي بقى للقطعه دي، قطعه تحفه، سواء استخدمتها كمغرفه للرز او مثلا استخدمها اطلع فيها البطاطس او حاجه، لاي اكل عايزه تطلعيه وتنزلي الميه الزياده اللي موجوده فيه. قطعه بجد تصميمها زي ما انتم شايفين اكتر من رائع. عندنا هنا كمان الشياله. ليها برضو شفه زي السكينه، لو انا بقطع بسبوسه او اي حاجه ان انا بقدر اقطعها او مكرونه تبقى سهله، وان انا اشيل بيها برضو انها بتاخد لك من الصينيه، حتى لو في اي حاجه لازقه بتقدري تستخدميها. برضو الجنب بتاعها من هنا زي سكينه، لو انا بقطع اي حاجه بيتزا مثلا او كيكه او حاجه مش عايزه اجرح العلبه اللي انا حاطه فيها بقدر استخدمها. برضو لو في الشربات عايزه تطلعي اي حاجه برضو سهله انها بتنزل لك اي حاجه انت زياده من الشربات فيها. نيجي بقى صراحه ده احلى مشبك نزل عندنا في تابروير. زي ما انتم شايفين التصميم بتاعه، اولا هو سميك، يعني اصلا تمسكيه تحس ان هو تقيل. ليه من هنا اجزاء كده زي ما انتم شايفين حزوز، بحيث انها تساعدني ان انا امسك الحاجه، هتحسيها كده شويه زي الكاوتش. سهل انك انت تمسكي بيه تقلبي. وده اهم حاجه، ان انا النهارده لما بحمر حاجه ببقى محتاجه في التحمير ما اخرمش الحاجه اللي انا بحمرها عشان ما يخشش جواها اي زيوت ولا هي تطلع سوائل جوه الزيت بتاعي. هتلاحظوا في التصميم كله فيه فتحه زي ما انتم شايفينها هنا في كل الايدين الموجوده، ودي عشان تعلقيها زي ما انتم بتجيبوا الماسوره الستانلس اللي بتبقى موجوده في المطابخ. هنا ده مكان اللي انت العليقه بحيث انها تبقى واخده الوسط، يعني باجي كده كلهم نفس الارتفاع، فيبقى الشكل الجمالي حتى في التعليق يبقى شكله حلو قوي. فرصه، الاعداد الفاضله قليله جدا، استغلوا العروض اللي موجوده معانا الشهر ده، وان شاء الله اتاكدوا انك لو اخدتي الطقم ده مش هتندمي نهائيا ان شاء الله.